هو ده اللي كان بيقيم الكتاب بتاع حضرتك. انت بقى اللي كنت بتقيم الكتاب؟ حلو قوي. بص يا ابني، من حقك تقول رايك، ومن حقي كمان اوريك رد فعلي، وانت كمان من حقك تقول رايك، وشوف المفاجاه في اخر الفيديو. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. هنتكلم النهارده عن مذاكرة مستخلصة، بالمناسبة هي ايزومير لمذاكرة مستعبدين. نخرج بقى من مود التخفي اللي احنا كنا فيه ده، عفوية والكلام العبيط ده، بس هي ايه، حبينا بس كده في الاول كده نستظرف شوية، وهنخش بقى في التفاصيل. المراجعة النهائية اللي هي الكتاب بتاع المراجعة النهائية عامة، يعني هي نفس بتاع مستر عبد الجواد، هو الاتنين نفس النظام، زي برضه العربي مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق، الاتنين كانوا نفس الحاجة، وده مش حاجة تعيب خالص، وده حاجة كويسة. الاتنين يعني منافسة حلوة في كده، والمنافسة بالحاجات دي كويسة، ماشي. يا ريت في المواد التانية نتعلم في كده، تمام. أول حاجة ده كنت كاتبين بس هو ايه المذكرة عبارة عن ايه عشان مننساش حاجة. أول حاجة المذكرة في كتاب كبير قد كده، ده فيه الشرح وفيه الحل. الفرق بين الشرح بس بتاع مستر خالد، مستر خالد حطه في ورق عادي زي كده، ومستر عبد الجواد كان حاطه في ورق قد كده، فهو نفس الحاجة يعني، وأفكار مجمعة والكلام من ده، وحل كل باب 150 سؤال، تمام. أنا كلمت واحد كلم معاذ يعني وكده، أنا ما شفتش، بس أنا اللي اتقال يعني إن هو الأسئلة نفس الأسئلة بتاع السنة اللي فاتت، ومزود عليهم أسئلة صعبة شوية من السنة دي، اللي هو تحليل طرح والكلام من ده. أنا ما شفتش، بس أنا ده اللي سمعته، واحد كان اشترى مذكرة، تمام. تاني حاجة، في حاجة اسمها مخططات الكيمياء العضوية، ده برضه مستر عبد الجواد عاملها، وهنا برضه معمولة. فالمخططات دي كويسة بعد ما تخلص مراجعة اللي هو أول 6 فصول، تشوف البتاع وتقعد تلعب في المخططات والكلام من ده، وده أحسن حاجة الصراحة في العضوية. بعد في الآخر تخلص برضه آخر 6 فصول، تجيب البنزين وتقعد تلعب معاه وتطلع من البنزين الكيمياء العضوية كلها، دي بتبقى متعة الصراحة، تمام. وفي بقى الشوامل على الابواب، هو مستر خالص عاملها في كتاب لوحده، مستر عبد الجواد حاططها في كتاب الاسئله، فمش هتفرق، هو نفس النظام هنا وهنا. وفي كتاب شوامل الوزاره اللي هم 12 بتوع 2021 لحد دلوقتي، وفي اللي هو النماذج الاستشهاديه اللي معديين ل 20 واحد. فانت اصلا لو حليت امتحانات الوزاره الاستشهاديه والامتحان بتاعه الوزاره، انت داخل لك يا سيدي العزيز في 35 امتحان، فانت جاي ماشي. فانت ايه يعني، انت وحليت اسئله الوزاره ومع كتاب خارجي واحد، فانت كده انا تحياتي ليك وهتقفل باذن الله، تمام ان شاء الله يعني. وفي حاجه كمان بقى اللي هو عاملها مذكره اسئله كده، اللي هو بيقول لك اسئله مستويات عاليه والكلام من ده، على كل باب في مذكره لوحدها، تمام، حركه كويسه. فاحنا النهارده اصلا انا عامله عشان الناس كانت عايزاه، مستر عبد الجليل، انا ما كنتش عايز اعمله الصراحه. انا عايز اعمل حاجه بعملها يعني انتقاد، يقول لك المذكره جامده فشخ اشتريها، بس هي نفس الحاجه. ده اللي هي كان متوقع عادي، مفيش جديد ومفيش اي حاجه جديده فيها. اثبت البابل شيت. انت هنا لو جيت يعني الحاجه اللي انا كنت كاتب فيها، الحاجه بتاع مستر عبد الجليل في رقم هنا نمسحه بس كده، هتلاقي ظهرها اصلا بتاع بابل شيت. انا كنت بطبع بابل شيت تقعد تمرن على نفسك، ده كان في الاخر. فهو حوالي المدرسين دلوقتي حاطين لك بابل شيت اصلا معاك في المراجعات النهائيه ومذكرات المراجعه النهائيه، يعني هو الحوار جامد الصراحه، عشان البابل شيت لوحده في اخر السنه انت ممكن تضيع نفسك بسبب بابل شيت. ممكن علامه تعلمها وتيجي تصلحها، ممكن الجهاز هناك ما يقراهاش، بس هو هم الصراحه بيعدلوا. يعني انا في العربي كنت عامل 3 تقريبا ولا 4 وخدت درجاتهم، بس ما معنى كده برضه ما تعملهاش. يعني انت يعني تفادى الغلط، وتفادى ان انت تعمل اكسات، وتعلم من دلوقتي عشان هي بتاخد وقت. ويعني دي نصيحة منه بجد، اللي هو انت لازم تتعلم على البابل شيت، والمقال اهم حاجة، عشان في اول السنة معظم الناس بتبقى سايبة المقالة بتهتمش بيه. ويعني ده كان نهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.